حبايبنا الحلوين مساء الخير صباح الخير وقت ما بتسمعنا دلوقتي. حبايبنا الحلوين ثالثه ثانوي مساء الخير صباح الخير وقت ما بتسمعنا دلوقتي. رجالتنا النهارده هنعمل محاكاه للامتحان زي ما انت سمعت. ايوه، تعمل داونلود البي دي اف عندك في الوصف وتبدا تحل معايا الاسئله. انا جايب لك عباره عن كأن امتحانات عندنا بس اسئله حلوه مجمعه المنهج. باذن الله ان شاء الله هتخش تاني يوم تلاقي الامتحان بالنسبه لك حلو. باب اول تاني تالت رابع خامس الدنيا معانا جميله، بس انا اتمنى منك ان ما تكونش نسيت تمشي على ترتيب الخطه بتاعتنا وشفت الفيديوهات اللي نزلناها لك. باذن الله تطلع من اللجنه بكره او بعده وانت راضي ومرضي بالامتحان، ولكن معاك تايم. اولا وانت بتحل معايا، ثانيا الامتحان بالنسبه لنا 3 ساعات، يعني بنحله في ساعتين، يعني ال 35 سؤال يتحلوا في ساعتين، واقل من ساعتين تبقى انت راجل 10 على 10. هتعملني اكس 2 على راسي، المهم تكون حالل قبل ما انا احل. يعني ايه؟ تمسك الامتحان تحل الاول ثم تشوف الحل بتاعي. طب انا عايز اعمل العكس، هيبقى بالنسبه لك متعب شويه. انا عايزك تحل الاول وتغلط عشان تتفرج تتعلم انت غلطت فيه. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم في اول سؤال، توكلنا على الله. يلا بينا صديقي العزيز نبدا بسم الله. اقل معامل ارتباط، طبعا الواحد والسالب واحد ده مش معامل اصلا. السالب 9 من 10 ده قوي، بعد العلامه واحد ده ضعيف، واحد مش موجود معامل ارتباط. فهو بيقول لك اقل معامل ده ولا ده؟ لا، اقل معامل هنختار مين؟ ج. لان انت عارف ان انا باخد اقل معامل اللي هو 1 من 10 2 من 10 3 من 10 بالموجب بالسالب، ده اقل معامل. مخطط الساق والاوراق الاتي ما عمر الوسيط. الوسيط اللي هو وراه 2. اول حاجه بنجيب نون عدد الاوراق اللي عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى احنا عندنا نون ب9. راه 2 اللي هي الوسيط هتبقى 9 زائد 1 على 2، 10 على 2 فيها ال5. يعني انت كده عايز الخامس بالنسبه لك 1 2 3 4 5 هو ده. السؤال هنا بقى هنقراها ازاي؟ هل هنقراها 44 ولا 4 و4 من 10؟ بتبص على المفتاح، والمهم قوي قوي تبص على المفتاح في الامتحان عشان ممكن يغفلك. فالمفتاح هنا لازق ال5 وال3 مع بعض يخليهم 35، يبقى انا ال4 وال4 مع بعض يتقرا 44، يبقى الاجابه ب. الف وب حدثين في فضاء عينه، خلي بالك من السؤال ده. وكان نواتج التي تؤدي الى وقوع الف 12، يعني الف لوحدها 12، فهتسالني 12 على ايه؟ والله ما اعرف. وعدد النواتج اللي ب 16، طب 16 على كام؟ صدقني برضه ما اعرفش. وعدد النواتج اللي تؤدي الف وب معا يعني التقاطع عباره عن 8 على برضه ما نعرفش. والاتحاد 2 على 5. سؤال جميل قوي السؤال ده. هنا السؤال هساله نفسي، نون هنجيبها ازاي؟ ودي نقطه مهمه، نون هنجيبها ازاي؟ فحضرتك بكل هدوء هتروح معوض بقانون الاتحاد. بص انا ما طلبتش المطلوب خالص، ما قريتش المطلوب، رحت اجيب النون عشان دي مهمه. الاتحاد بيساوي ايه؟ الف زائد ب ناقص التقاطع. طيب يلا بينا مع بعض. الاتحاد 2 على 5، الف 12 على نون، ب 16 على نون، التقاطع 8 على نون. يبقى بكل هدوء انت هتجمع على الاله الحاسبه يا باشا. هتسيب النون لان لما قانون توحده 12 زائد 16 هيديني 28 ناقص 8 يديني 20، يبقى البسط ده ب20. عشان تجيب النون هتقول لي والله 5 في 20 على الاثنين يطلع 50 بالاله. بس كده النون ب50، يبقى جنب كل نون نكتب 50. ما نختصرش، هو عايز مين بقى؟ الف شرطه اتحاد ب شرطه، اللي هو عباره عن الف تقاطع به لكل شرط، اللي هو 1 ناقص التقاطع، اللي هو 1 ناقص 8 على 50، تطلع الإجابة 21 على 25. يبقى الإجابة يا باشا ج. سؤال حلو أوي السؤال ده، أوي أوي أوي. اللي بعده، إذا كان س متغير عشوائي توقعه 3.5 وتوزيعه الاحتمالي كالآتي. عايز ب وعايز أ. أفكرك كان دالة س الاحتمالات دي مجموعهم بواحد، يبقى أنت عشان تجيب أ اللي تحت هتقول 1 ناقص 1 و1 2، 2 و3 5، 5 و3 8، يعني انت بتطرح 1 ناقص 8 من 10 يديني كام؟ 2 من 10، يبقى ا ب2 من 10، يبقى لازم مجموعهم يبقى 1. ثم عايزين نجيب ب اللي فوق، اروح انا شادد شرطه كسر واروح عامل هنا مين يا معلم؟ قال لي والله هنا س وهنا داله س وهنا س في داله س ونكتفي بهذا يا مستر. طب الخانه الرابعه مش محتاجه. السين 0 1 2 ب 6، هنا 1 من 10 1 من 10 3 من 10 2 من 10 3 من 10. اضرب، يلا نضرب. صفر في اي حاجه بصفر،
1 في 1 بواحد، 2 في 3 ب6 من 10، 2 من 10 ب ب2 من 10 ب، 6 في 3 بواحد و8 من 10. مجموعهم هو اللي هيطلع كام؟ 3.5، لان ده المتوسط مجموع الخانه الثالثه. طب هجمعهم ازاي؟ بص يا صاحبي، هنسيب 2 من 10 ب دي بنت ناس مالناش دعوه بيها. هنجمع على الاله 1 و8 زائد 6 من 10 زائد 1 من 10، ادي الاله الحاسبه. اتعادل. 1 و8 زائد 6 من 10 زائد 1 من 10، طلع معايا ب5 على الاثنين اللي هي لو دوسنا اس دي تطلع 2.5. جميل، يبقى انت سبت دي وجمعت دول طلعوا 2.5، سويناها ب3.5 اللي هو المجموع. ودي ال2.5 بعكس اشاره سالب 2.5، يبقى 2 من 10 ب 3.5 ناقص 2.5 يديني 1. اقسم هنا على 2 من 10 واقسم هنا على 2 من 10، ب تطلع بكام؟ ب5. الب بكام؟ الب ب5. هتجري تاخد 5، للاسف غلط. الله، ليه يا مستر؟ لان هو مش عايز ب يا صاحبي، هو عايز ا زائد ب. ا اللي هي كانت 2 من 10 زائد ب اللي هي 5، فتبقى 5 و2 من 10. فبص الاجابه اتنقلت من ج لب. تفرق معانا؟ تفرق معانا. تطلع من اللجنه تقول لك انا جايب الاجابه صح وعاملها، هي الاجابه كانت ب. السؤال اللي بعد كده، باستخدام جدول مساحات الاتي منحنى الطبيعي المعياري ده، عايز مساحه المنطقه المظلله. المساحه اللي انا ملونها دي كام؟ هنا بقى يكمن مين؟ الذكي اللي كان بيدرس الكلام ده حفظ بس. هنا بقى اللي بيفهم يقول لي والله دي جزء من النص، يبقى انا هقول نص ناقص. هات لي الجدول، اعمل لي 2 علامه 3 6، فهتقول لي الجدول ولا الجدول اهو، هيجي لك في ورقه المفاهيم عندك. تمام؟ 2 و3 من 10 وهنمشي ل 6 0 1 2 3 4 5 6، 0 علامه 4 9 0 9، هيبقى 0 علامه 4 9 0 9. هنطرح نص ناقص 0 علامه 4 9 0 9 يطلع ألف. 0 علامه 0 0 9 1، فالاجابه بتاعتنا هتطلع مين؟ ألف. السؤال اللي بعده، إذا كانت أوزان طلبة في إحدى الكليات تتبع توزيع طبيعي معياري متوسطه 68 وتباينه 16، استنى كده، المتوسط اللي هو الميو ب 68 وتباينه اللي هو التباين ده عبارة عن 16، عايز النسبة المئوية للطلبة التي تقع أوزانهم بين النسبة المئوية ما بين 65 و 72. طب مبدئيا عشان اجيب النسبه المئويه انا مش لاعب اللعبه دي، انا لازم احولهم الاول من س لص. فالاول عشان احول من س لص ففي قانون عندنا اللي هو بيحول لي، طبعا ما تفرقش ان انا عملت علامه يساوي، اللي هو كان اسمه س ناقص المتوسط على الانحراف. انت عندك الانحراف لا عندك التباين 16، فهتروح جايب الانحراف جذر ال 16 4. تمام. س اللي هي كام هنا؟ 65 ناقص المتوسط 68 على الاربعه، وهنا 72 ناقص 68 على الاربعه. بالاله الجنب اليمين ده طلع سالب 75. ايه؟ سالب 75. سالب 75 من 100، والجنب الشمال 72 ناقص 68 على 4 طلع 1. لازم نرسم، تروح رايح راسم لي الرسمه بتاعتنا عادي الجرس بتاعنا، فيبقى الجنب الشمال سالب 75 من 100 والجنب اليمين 1. فانت عايز ما بينهما، يعني الجزء ده والجزء ده، انا عايز الجزئين دولت مع بعض. فانت هتجيب المساحه دي عن طريق الاله وهتجيب المساحه دي عن طريق الايه؟ اسف، الجدول. الصفر علامه 1 اللي هو 1 بالظبط هيطلع 0 علامه 3 4 1 3. سالب 75 من 100 يعني 7 من 10، ونعد 0 1 2 3 4 5، 0 علامه 2 7 3 4. طبعا عايزين نجمعهم، مجموعهم يطلع 6 1 4 7. 0 علامه 6 1 4 7. هل ده الناتج؟ لا مش ده الناتج. هو الراجل عايز حاجه اسمها النسبه المئويه، فعلى طول اضرب في 100. فالنسبه المئويه دي اضربها لي في 100 يطلع 61.47، يعني الاجابه بتاعتنا مين؟ ب. تمام، 61.47%. السؤال اللي بعده، في تجربه القاء حجر نرد مره احتمال ان الحدث ا 2 و3 و5 وب 1 و4 و5 حدثين في فضاء عين، فالف وب دولت حدثين، بنرد على بعض بقى، هل هم غير مستقلين؟ هل هم مستقلين؟ هل هم متنافيين؟ هل هم غير متنافيين؟ اول حاجه احنا بنجيب حاجه اسمها احتمال الالف، ثم احتمال الب، ثم احتمال التقاطع، وده اللي هيثبت لي حاجات كتيره جدا دلوقتي. الالف، انت عارف ان حجر النرد ده 6 احتمالات، تمام. الف 3 منهم
يبقى 3 على 6 وب برضه 6 احتمالات وهنا 3 منهم. طب التقاطع هتروح سألني سؤال ايه الارقام اللي متكرره هنا ومتكرره هنا؟ فهتقول لي مفيش الا رقم واحد بس اللي هو 5 يعني 1 على 6. وبما ان التقاطع ما طلعش صفر يبقى هم مش متنافيين، يبقى اي كلمه متنافيين الغير. يبقى احنا دلوقتي في مجمل هل هم مستقلين ولا غير مستقلين؟ بعمل اختبار حاجه اسمها التقاطع. فالتقاطع قانونها عباره عن ا في ب. طيب الالف بكام؟ 3 على 6. الب بكام؟ 3 على 6. اضرب 3 على 6 في 3 على 6 يديني ربع، ده بالآلة. تمام، لان ده نص في نص، نص في نص يديني ربع. فسؤالي الواضح بقى، هل الربع بيساوي السدس؟ فالاجابه لا. ما دام الاجابه لا يبقى الحدثين دولت غير مستقلين. خلصت الكلام على كده. السؤال اللي بعد كده، اذا وقعت النقطتين دولت على خط انحدار، بيجي كتير جدا في امتحانات. اي نقطتين، اكتب عندي معايا، اي نقطتين يجوا لك في الامتحان هات الميل اللي هو فرق الصادات 5 ناقص 10 على فرق السينات 6.5 فاصل 11.5، يعني ده ناقص ده. 5 ناقص 10 سالب 5، 6.5 ناقص 11.5 سالب 5، سالب 5 على السالب 5 موجب 1. فموجب 1 ده انا هختاره تام غلط. الله، ليه يا عم؟ لان التام ينفع 1 وينفع سالب 1. فالصح ان انا اختاره ايه بقى يا فندم؟ طردي، لان هو طلع موجب 1. السؤال اللي بعد كده، التوقع الرياضي للمتوسط التوزيع الهندسي مع احتمال نجاحه 4 من 10 يساوي كام؟ ايه اللي انا بقوله ده؟ اقول لحضرتك. التوقع هنا يعني المتوسط، وتوزيع هندسي، فالمتوسط بتاع التوزيع الهندسي 1 على ح، يعني 1 على الاحتمال، وهو مديني الاحتمال بكام من 10؟ ب4 من 10. 1 على 4 من 10 يديني كام؟ ألف اللي هي 2.5، يبقى ده التوقع بتاعك. السؤال اللي بعده، إذا كانت فترة الثقة، استوب لي واكتب معايا، فترة الثقة هو هنا بيبقى اسمها س ناقص ه، وهنا اسمها س زائد ه، أو الحد الأدنى والحد الأعلى. فالوسط الحسابي اللي هو س شرطة ليه قانون اسمه يا معلم، اجمع الحد الأعلى زائد الحد الأدنى على الاتنين. فأنا لما أجمع الأعلى 5.88 زائد الأدنى 4.12 على الاتنين يطلع كام يا باشا؟ يطلع 5، يبقى الإجابة ج. السؤال اللي بعده، إذا كان فضاء تجربة عشوائية ف أ وب وج ود عيوني، وكان احتمال الب ب 33%، وكان احتمال ب وج 45%، وكان احتمال ج ود 65%، فإن احتمال أ بكام؟ طبعا أنت عيني قاعد دلوقتي إيه؟ طالع عينك اللي هو أنا مش فاهم حاجة خالص. المسألة دي تتحل إزاي؟ بكل هدوء. أول حاجة فكر معايا بره الصندوق. هو مش بيقول لي الفضاء العيني أ وب وج ود؟ يبقى مجموعهم بكام؟ يبقى أنت هتقول لي إن احتمال الألف زائد احتمال الب زائد احتمال الجيم زائد احتمال الدال بيساوي 1. طب الراجل الله يبارك له مديني الب ب 33% وهنا مديني الب والجيم ب 45%. ما تيجي على جنب، هنا مديني احتمال الب زائد الجيم ب 45% صح، ومديني احتمال الب زائد الدال ب 65%. جميل، شغل مخك لمده 5 ثواني. هل عندك ب؟ بكام؟ 33%. فسؤالي هنا بكل هدوء اعصاب، 33 زائد كام يديني 45؟ فتقول انا والله ما اعرف. اقول لك يا باشا ادي آلة حاسبة وتعالى على جنب، زي ما اجي اقول لك كده مثلا ايه 5 زائد كام يديني 9، فهتقول لي 9 ناقص 5. فاللي انا اعمله ان انا اطرح ال 45 من 100 ناقص ال 33 من 100 يطلع معايا 12 من 100، يبقى ج ب 12 من 100. طب كمان مره يلا، الب 33 من 100. انا عايز اجيب الدال، قال لي بكل هدوء يا سلام تعال اطرح ال 65 من 100 ناقص ال 33 من 100 يطلع 32 من 100، يبقى دال 32 من 100. بقى كده عندك ب وج ود. تقدر تجيب أ ازاي؟ الب هتكتب تحتها 33 من 100 زائد الجيم هتكتب تحتها 12 من 100 زائد الدال هتكتب تحتها 32 من 100. الكلام ده بيساوي 1. وانت عايز مين يا باشا؟ عايز أ. يعني بالعربي انت عايز تطرح من الواحد بتاعك اللي عندك ده كل الرجاله المحترمه دي. يعني تقول واحد اطرح منه 0 علامه 3 واطرح منه 0 علامه 1 2 واطرح منه 0 علامه 3 2. طلعت معانا ب 0 علامه 23 من 100. 0 علامه 23 من 100 دي أ اهي. سؤال حلو خلي بالك منه في ليله الامتحان. السؤال اللي بعده، في دراسه
احصائيه لايجاد معامل الارتباط بين متغيرين س وصاد اذا كان مجموع س مجموع صاد س تربيع صاد تربيع س صاد ن. عايز معامل ارتباط لبيرسون. تروح رايح فاتح ورق المفاهيم بتاع الوزاره اللي هيسلمه لك، فتلاقي قانون بيرسون فيقول لك ان ر بتساوي شرطه كسر ن مجموع س صاد ناقص مجموع س مجموع صاد جذر ن مجموع س تربيع ناقص مجموع س الكل تربيع ن مجموع صاد تربيع ناقص مجموع صاد الكل تربيع. عوض. ن بكام؟ قال لي ب 10 في مجموع س صاد. مجموع س صاد يا باشا ب 260 ناقص مجموع س 50 في مجموع صاد 60 وتحت جذر تاني. يلا ن بكام؟ 10 في ناقص تربيع 10 في ناقص تربيع. احنا بنقول ناقص س تربيع اللي هي 310 ناقص مجموع السين الكل تربيع. وهنا هتقول الصاد تربيع اللي هو 500 ناقص مجموع الصاد الكل تربيع اللي هو 60 تربيع. تروح رايح يا باشا عامل شرطة الكسر بتاعتك وقايل 10 في 260 ناقص 50 في 60 على جذر 10 في 310 ناقص 50 تربيع في جذر 10 في 500 ناقص 60 تربيع 60 تربيع. طلع معايا بسالب 0 علامة 4 3 6 سالب 0 علامة 4 3 6. ادور على دي في الاختيارات والله واقرب رقم ليها هنا فالاجابة تبقى ب. خلصت. من الاسئلة برضو المهمة متوقعة في امتحانات. السؤال اللي بعد كده الرباعي التالت. ايه موضوع الرباعي التالت؟ رتب وهات ره 3. رتب الاول. طيب انا هرتب ازاي؟ 1 بعديه 2 بعديه 3 بعديه 4 بعديه 5 مفيش 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 ارقام. انت عايز الرباعي التالت اللي قانون ايه بقى يا معلم؟ ن زائد 1 على 4 الكل في 3 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى معناها يا معلم 8 زائد 1 9 على 4 الكل في 3. يطلع كام؟ يطلع كام الرتبة؟ الرتبة بتاعتنا هتطلع 9 على 4 في 3. طلع ب 6 علامة 75. 6 علامة 75. يعني انت عايز الرقم السادس 1 2 3 4 5 6 و في ناس بتحلها بمجرد النظر. انت عايز رقم ما بين 7 و8 فمن غير ما تكتب القانون هو ده. طب ايه هو القانون؟ كنا بنقول والله يا صاحبي اللي قبله زائد اللي بعده ناقص اللي قبله في الكسر اللي هو 75 من 100. فيطلع معانا الاجابه ج 7.75 من 100. يلا بينا يا صديقي نكمل. بيقول لي يحتوي آلة حاسبة على 16 زرار. خلي بالك من السؤال ده. فكرته حلوه. انا عندي 16 زرار للاعداد من 0 ل 9 وبالاضافه للعمليات الاساسيه. ايه العمليات الاساسيه؟ جمع طرح ضرب اسمه وعلامه المساواه والفاصله العشريه. علامه المساواه دي حاجه والفاصله العشريه دي حاجه ثانيه. تمام. تاني انت عندك آلة حاسبة. ادي الآلة الحاسبة اهو. هو بيكلمك ان عندك زراير من 0 ل 9 ماشي. والعمليات الحسابية اللي هي الاربعة واليساوي والعلامة العشرية اللي هي بتبقى هنا دي كده. اهو صباع عندها اهو اضغط لك عليها. تمام ده قصده يعني. قال لك احمد غمض عينيه ماشي. وقدامه 20 مرة يعني هو عدد المحاولات اللي قدامه 20 مرة. بصورة عشوائية احتمال ان يضغط على 3 عمليات اضغط العمليات الحسابيه 3 مرات فقط. هنا نظريه دي حدين لان هو اداني عدد الاحتمالات كلها والاحتمال النجاح اللي هو 3 مرات انه يضغط على عمليات حسابيه. هنا بقى مين يعرف يجيب حاجه؟ انت عندك كام زرار؟ 16 زرار. في كام منهم عمليه حسابيه؟ هي دي بقى الشطاره. كام عمليه حسابيه؟ 4 عمليات حسابيه زي ما قلنا. يبقى 4 على 16. 4 على 16 يعني الاحتمال فيه الربع. تعالى بقى معلم نظريه ذات حدين فكرني بيها اللي هو لام س يساوي 3 يساوي ن ق ر ح أس ر 1 ناقص ح أس ن ناقص ر. ن اللي هي 20 ق 3 ربع أس 3
1 ناقص ربع أس 20 ناقص 3 اللي هي 17. بالآلة الحاسبة تطلع ألف 0 علامة 1 3 4. طبعا أنت عارف دي بتكتب 20 شيفت على 3. 20 شيفت على 3. السؤال اللي بعده عينة حجمها استنى عينة يعني نون. حجم نون 225. مستوى الثقة ففي 1 علامة 9 6 اللي هي القيمة الحرجة. وكان الخطأ في التقدير اللي هو ه بيساوي 0 علامة 7 8 4. فإن الانحراف بكام؟ الله ينور عليك. أنا أعرف إن قانون ه بيساوي انحراف على جذر النون في 1 علامة 9 6. طب أنا عايز قانون للانحراف على طول. فالانحراف قانونه هيبقى يا معلم أحكي لك بقى. اضرب ه في جذر النون على 1 علامة 9 6. يبقى الانحراف 0 علامة 7 8 4 في جذر النون يعني جذر 225 على 1 علامة 9 6. يطلع الانحراف 6. يعني الإجابة ج. إذا ألقي حجر نرد منتظم مرة واحدة احتمال ظهور العدد 5. احتمال ظهور العدد 5 يعني احتمال أ ظهور 5 ده 1 على 6. علما بأن العدد الظاهر أولي. احتمال ظهور 5 علما بأن العدد الظاهر أولي. طيب طب ما تيجي نجيب الأعداد الأولية. الأعداد الأولية اللي هي 2 و3 و5 اللي هم 3 احتمالات على 6. طب ما نجيب التقاطع ما بينهم. هتقول لي تقاطعهم احتمال ظهور 5 وهنا هيبقى هتظهر الخمسة مرة يعني 1 على 6. وكلمة علما بأن يعني بشرط يعني احتمال أ بشرط ب. فالقانون هيبقى تقاطعهم على التاني اللي هو ب. تقاطعهم اللي هو 1 على 6 على ب اللي هي 3 على 6. فشيل ال6 مع ال6 يتبقى كام على كام؟ 1 على 3. يعني الإجابة إيه؟ ب. نقعد ب. السؤال اللي بعد كده من مخطط الساق والأوراق المقابل عايز المدى الرباعي. بص بقى في ناس بتتلخبط ما بين المدى الرباعي ونصف المدى الرباعي والمدى بس. طب المدى الرباعي قانونه ر 3 ناقص ر 1. فهستأذنك تعالى نجيب ر 3. أولا هنجيب نون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 يبقى نون ب 11. طب أنا عشان أجيب ر 1 وأجيب ر 3 ر 1 قانونها نون زائد 1 على 4. هنا نون زائد 1 على 4 الكل في 3. 11 زائد 1 12. 12 على 4 3. 3 في 3 ب 9. هات لي العدد الثالث والعدد التاسع. فالعدد الثالث 1 2 3 اللي هو ده. التاسع 4 5 6 7 8 9 اللي هو ده. طيب العدد الثالث احنا لو نزلنا الرقمين في بعض هيطلع 51 صح؟ يبقى العدد الثالث 43 يبقى ر 1 ب 43 ور 3 هو العدد التاسع 62. فحضرتك هتقول لي يبقى ر 3 ناقص ر 1. ر 3 اللي هي 62 ناقص ر 1 اللي هي 43 طرحهم مع بعض هيديك أ 19. في تجربة إلقاء قطعة نقود مرتين متتاليين إذا عرف المتغير العشوائي س على أنه الفرق المطلق ما بين عددين الصورة وعدد الكتابات عايز المدى. السؤال ده اتكرر كتير قبل كده في النماذج الاسترشادية هنحلها مع بعض. الفرق المطلق يا صديقي يعني اطرح الاثنين من بعض بالموجب. عدد الصور وعدد الكتابات. طيب ممكن نتكلم مع بعض. ادي صورة وادي كتاب. حضرتك هترمي حجر النرد مرتين متتاليتين يعني كم مرة؟ مرتين فقط. يعني ممكن تظهر الصورة مرتين وممكن تظهر مرة وممكن ما تظهرش. طيب في الحالة ان الصورة تظهر مرتين فالكتابة ما تظهرش. في حالة ان الصورة تظهر مرة الكتابة تظهر مرة. في حالة ان الصورة ما تبقاش موجودة الكتابة موجودة مرتين. فهو قصده طرحهم من بعض. 2 ناقص 0 2 1 ناقص 1 0 0 ناقص 2 سالب 2. طبعا جوه القيمة المطلقة 2. فالارقام اللي اتكررت هي 0 و2 بس. فالاجابة هنا هتطلع مين؟ أ. وده سؤال حلو في الباب الرابع عندنا من الاسئلة اللي بتخلي الطلبة تركز شوية. إذا كان معدل خط الانحدار ص تساوي 6 ناقص 2 من 10 س. عايز قيمة ص عند س ب 10. فحضرتك بتشيل الس وتحط مكانها 10 تطلع الإجابة 4. يعني الإجابة دي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي إذا كان س متغير عشوائي طبيعي متوسطه م وانحرافه. فبالعربي كده يا معلم هو عايزك تحول الس لص. ادي كده اول اصطباح.
اكتب القانون اطرح منه المتوسط على الانحراف. تاني، اكتب القانون واطرح منه المتوسط على الانحراف. فهنا يا صديقي العزيز هتقول لي كده، ده هيروح مع ده انحراف على انحراف يديني سالب 1 لان اتبقى سالب. ده هيروح مع ده انحراف هيروح من انحراف يتبقى 2. يعني انت عايز في الرسمه بتاعتك ما بين السالب 1 وال2، ما بينهما يعني الجزئين دول. فهتجيب دي عن طريق الجدول ودي عن طريق الجدول وتجمعهم مع بعض. الرقم الاولاني هيطلع 0 علامه 4 0 علامه اللي هو الواحد، هيطلع 0 علامه 3 4 1 3. الرقم الثاني اللي هو 2 هيطلع 0 علامه 4 7 7 2. جمعهم على بعض يديني الاجابه ب 0 علامه 8 1 8 5. الاجابه ب. السؤال اللي بعد كده، اي مما ياتي ارتباط طردي قوي. طردي قوي، طيب هنا بقى ركز، هو عايز من دولت مين طردي قوي؟ ده عكسي وده عكسي عشان سهمهم لتحت. الاثنين دولت هما اللي طردي، ده طردي وده طردي، مين اقوى واحد فيهم ده قصده، فهو الاجابه هتبقى ب. اذا كان س متغير عشوائي متقطع توزيعه كالاتي، عايز التوقع بيساوي ايه؟ التوقع ده صاحبي يعني الخانه الثالثه، مجموع الخانه الثالثه س داله س س في داله س. السينات سالب 1 0 2 داله س سدس 2 على 3 نص سالب 1 في سدس بسالب 1 على 6 0 في اي حاجه بصفر 2 في نص بواحد. هو بالعربي عايزك تجمع الكلام ده، فمجموع الكلام ده هيطلع 5 على 6، فمجموع الخانه الثالثه هتطلع 5 على 6 اللي هو المتوسط بتاعنا. السؤال اللي بعد كده، اتمنى اي رياكشن في اي ليله. اذا كان صاد متغير عشوائي وكان احتمال الصاد اكبر من الرقم ده، فانت محتاج كده ترسم وتتاكد ان الرقم ده اقل من النص. فهنا يا جماعه كاف واكبر منه يعني الجزئيه دي، تمام قوي. فحضرتك مش محتاج خالص توجع دماغك، انت محتاج تروح تدور على الجدول، بس هتدور على ايه؟ على الرقم ده مش هتلاقيه، لان احنا بنبدا من صفر الكاف. فمن صفر الكاف يبقى انا هقول نص ناقص كام يديني 0 علامه 1 6 6، ده قصده كده. فهتروح رايح مطلع الاله وكاتب معايا كده نص ناقص 0 علامه 1 6 6، يطلع معايا 0 علامه 3 3 4 0 علامه 3 3 4. بس دول 3 ارقام، انا عايز رقم رابع، تحط من عندك صفر وتروح تدور على الجدول على 0 علامه 3 3 4 0 0 علامه 3 3 4 0 هيطلع عند التسعة من 10. هيطلع كده عندي الجدول هنا، يعني امشي كده الاقي عند التسعة من 10 وفوق 7 من 100. فمجموع 9 من 10 زائد 7 من 100 يديني 97 من 100، يعني الاجابه ب. السؤال اللي بعد كده، اي من الاشكال الاتيه يعبر فيه الجزء المظلل عن الف شرطه اتحاد الب. الف شرطه اتحاد الب، الحته دي انا عايز اراجعها قوي واركز فيها. تعالى كده نفكر مع بعض. والله يا مستر هو هنا محدد كله ما عدا التقاطع، يعني انا اقدر اقول على هنا 1 ناقص التقاطع، هنا محدد ده زائد ده ناقص التقاطع، يعني الف زائد ب ناقص التقاطع، يعني محدد على الاتحاد. هنا محدد على كله ما عدا الالف، الالف شرطه مش معانا، يعني سوري الالف مش معانا، انا مش لاعب مع الالف. وهنا محدد الالف مش محدد حاجه ثانيه. هو الاول انت لازم تعرف القانون. الف شرطه اتحاد الب ده عباره عن ايه؟ احتمال الف شرطه اتحاد الب ده عباره عن ايه؟ قال لي والله عباره عن الف شرطه زائد التقاطع. طب هو معلش برضو، هو يعني ايه الف شرطه؟ الف شرطه اللي هو 1 ناقص الالف زائد التقاطع. طيب هو عايز كله ما عدا طلع منها الالف ويكون متلون التقاطع. تاني كله متلون، قصدي كده واحد، يعني كله متلون ما عدا الف ارميه بره ما تلونوش ولون معانا التقاطع. فانه الاجابه الافضل هي الاجابه ج. انت ممكن سؤال زي ده تقف في الامتحان وتقعد تفكر يمين وشمال وتقعد تتخيل كل الرسومات اللي جات لك في المنهج، هو يجيب لك رسمه غير خالص. وخلي بالك السؤال مهم، القيمه التي يليها 3/4 البيانات. لازم ارجع للصندوق بتاعي. مستر ادي الصندوق كنا بنعمل ايه؟ هنا راه 1 وهنا راه 2 وهنا راه 3، واقعد اكتب 25% 25% 25% 25%. القيمه التي يليها يعني اللي بعدها
القيمه اللي بعدها 3/4 البيانات، يعني اللي اقف عنده الاقي بعدي 3/4 البيانات. مستر راه واحد اللي هو مين؟ الرباعي الادنى. اذا كان معادله خط الانحدار ص بتساوي 3 زائد 1 من 10 س، وكان قيمه ص الجدوليه تساوي 4، عند س ب5 عايز مقدار الخطا. انا عارف مقدار الخطا ده بيبقى قيمه مطلقه طرح القيمه الجدوليه وهنا القيمه المعادلتين. الراجل بيقول ان ص الجدوليه بتاعته ب4، يعني القيمه الجدوليه ب4 عند الس ب5، فاضل القيمه المعادلتين، يعني شيل الس وحط 5. ف3 زائد 1 من 10 في 5 يديني كام يا معلم؟ 3 زائد 1 من 10 في 5 يديني معايا 3.5. جميل. فانا عايز اطرح 4 جنيه ناقص 3 جنيه ونص، 4 ناقص 3.5 يديني نص، فالاجابه هنا هتبقى ب. اذا كان حجم العينه اللي هو ن ب 144 وكان انحراف المجتمع بتاعي 15.6، وكان الخطأ في التقدير كذا، يعني معنى الرقم 1 علامة 9 6. طيب عايز ايه مين يا باشا؟ فإن الخطأ في التقدير هو عايز الخطأ في التقدير هو عايز اله اللي هو عبارة عن انحراف على جذر النون في 1 علامة 9 6، انحراف اللي هي 15.6 على جذر 144 في 1 علامة 9 6. الإجابة بتاعتك بالآلة هيطلع ج. إذا كان س متغير عشوائي متقطع التوقع بتاعه 4 من 10، جه في امتحان أزهر التوقع 4 من 10، جه مرتين ورا بعض. وده عبارة عن مجموع الخانة الرابعة، الخانة الرابعة 6 علامة 16. عايز التباين المعلم، عايز التباين عبارة عن إيه؟ التباين له عبارة عن إيه؟ فأنا اللي أعرف إن أنا عندي حاجة اسمها المتوسط التباين لانحراف معامل اختلاف. أنا عندي المتوسط ب4 من 10. التباين عبارة عن الخانة الرابعة ناقص الخانة الثالثة تربيع. هتروح رايح أنت مطلع آلة حاسبة وقايل كده الخانة الرابعة ناقص الخانة الثالثة تربيع، يطلع معايا ب6. يبقى التباين طلع ب6. أروح أنا رايح واخد التباين ويطلع كام يا معلم؟ 6. صندوق يحتوي على 5 كرات حمراء و7 كرات سوداء، إذا سحبت منه كرتين على التوالي دون إحلال، يعني سحبنا كرتين من غير ما نرجع، احتمال أن تكون الكرة الثانية سوداء إذا كانت الأولى حمراء. ده كده عندي 5 و7 12 كرة. تمام. هنسحب كرتين، واحدة والثانية. بيقول لي احتمال أن تكون الثانية سوداء إذا كانت الأولى حمراء. هو هنا صديقي عايز احتمال الثانيه بس، هنا بقول ايه؟ احتمال الثانيه سوداء بكام؟ لو كانت الاولى خلاص حمراء. يعني ايه يا مستر؟ يعني احنا من ال 12 كوره سحبنا كوره حمراء فبقى 11 كوره. فاحتمال الاسود كام؟ هقول له 7 على 11، يعني الاجابه مين؟ ج. وهنا ناس تتلخبط ما بينها وبين الاحتمال الشرطي. من الجدول التكراري الآتي عايز نصف المدى الرباعي. نصف المدى الرباعي ناقص الجدول ده، ناقص ايه؟ ناقص الزجزاج يا باشا. ادي 1 2 3 4 5 6 بس خلاص. الفرق ما بينهم بقى يعني معاك آلة؟ يلا بينا اطرح بقى من تحت لفوق، من فوق لتحت. انت عايز، انا بحب من تحت لفوق. ال60 ناقص 57 يديني كام؟ 3. 57 شيل منها 45 يديني كام؟ 12. ال 45 معاك 45 هنا عشان لو مش شايف، شيل منها 27 يديني 18. طب هو ال 27 شيل منها 12 15. ال 12 شيل منها 3 9. ال3 شيل منها مفيش حاجه خالص 3. ما هو 3 ناقص 0. عايز تتاكد اجمع 0 و3 3 3 و9 12 12 و15 27 و18 45 و12 57 و3. انت عايز مين بقى؟ نصف المدى الرباعي. والله يا مستر نصف المدى الرباعي دي يعني عايز راه 1 وراه 3. طب هو راه 1 اجيبه ازاي؟ قال لي نون اللي هي 60 على 4، 60 على 4 فيها 15. اضرب 15 في 3 45، يعني انت عايز 15 و45. فكنا بنجيب القلم اللون التاني وبنعمل هنا كده، وانا عايز ال 15. فين ال 15؟ ما بين ال 12 وال 27. فهقول له يا باشا وانا واقف هنا بقى زائد بين قوسين ناقص في
زائد بين قوسين ناقص في. طيب ده كام؟ 15. ده كام؟ 45. 15 20 25 30 35 40 45 يعني بيزيد كام؟ 5. طب انت عايز الرقم ده اللي هو كام بقى؟ 25 12 15. طب انا عايز ال 45. بص سبحان الله، ال 45 قدامها كام؟ 35. الغي كل ده قول انا هختار ال 35. لان انت لو وقفت عندها واخدت الارقام اللي فوقيها هتطرح برضه هتضيع الدنيا معاك. يبقى انت كده عندك الرتبه الثالثه 35. طب يا ترى الرتبه الاولى كام؟ 26 بالاله الحاسبه. فنصف المدى الربيعي هو عباره عن ر 3 ناقص ر 1 على الاثنين. فر 3 35 ناقص ر 1 26 على الاثنين. يطلع كام؟ ألف 4.5. السؤال اللي بعده، الراجل مديني صندوق بيقول لي هات الفرق بين المدى الرباعي للمخططين التاليين. الفرق ما بين المدى الرباعي ده، يعني عايز المدى الرباعي اللي فوق والمدى الرباعي اللي تحت. فواحد هيسالني سؤال، هو يعني ايه معلش انا اسف المدى الرباعي؟ قلت له هقول لك تاني، المدى الرباعي اللي هو ر 3 ناقص ر 1. يعني بعد اذن حضرتك هات لي ر 3 ناقص ر 1 للصندوق الاول، وهات لي ر 3 ناقص ر 1 للصندوق الثاني. فالصندوق الاول ده هنا عندي ر وهنا عندي ر. الر اللي هنا 26 ناقص الر اللي هنا 10. 26 ناقص 10 يديني 16. اللي بعده ر 3 هنا اللي هي 30 ور هنا اللي هي 8. يبقى 30 ناقص 8. 30 ناقص 8 كام؟ 22. هو عايز ايه بقى؟ الفرق بين المدى الرباعي ده للصندوقين. طبعا انت ملاحظ الاختيارات كلها موجب، فالفرق ما بينهم يعني اطرح 16 ناقص 12 22 بس طلعها بالموجب يعني. تمام؟ او قول 22 ناقص 16 يطلع كام يا معلم؟ 6. يعني الاجابه د. السؤال اللي بعده، فصل به 30 طالبا من بينهما 20 طالب بيدرسوا الفرنساوي. فصل فيه 30 طالب بينهم 20 طالب بيدرسوا فرنساوي، يبقى احتمال الفرنساوي 20 على 30. و12 طالب بيدرسوا انجليزي، يبقى احتمال الانجليزي 12 على 30. والسته بيدرسوا اللغتين معا، يعني تقاطع فرنساوي مع انجليزي هيبقى 6 على 30. إذا اختير أحد الطلاب عشوائيا احتمال أن يكون الطالب قد درس الإنجليزي فقط، يعني عايز إنجليزي بس يعني إنجليزي فرق فرنساوي. فدي معناها أن احتمال الأول اللي هو الإنجليزي ناقص التقاطع، إنجليزي تقاطع فرنساوي. الإنجليزي 12 على 30 تقاطعهم 6 على 30. نزل ال 30 12 ناقص 6 6 مش هتلاقيها في الاختيارات، هتروح كاتب 6 على 30 يطلع معاك د 1 على 5 عشان على 6 فيها ال1 على 6 فيها ال5. السؤال اللي بعد كده، إذا كان المتوسط لمتغير عشوائي ما يساوي 4 والانحراف المعياري له بكذا فإن معامل الاختلاف إيه؟ تاني المتوسط بيساوي 4 وانحراف معياري بيساوي 3.16. عايز معامل الاختلاف. انا اعرف ان قانون المعامل عباره عن ايه؟ الانحراف على المتوسط في 100 وسيب علامه اللي في ال100 هو بيكتبها. الانحراف 3 علامه 16 على 4 في 100 بالاله تطلع الف 79%. يعني انت هتكتب على اله ايه 79 تختار الف 79%. فيما يلي اعمار الموظفين باحد الشركات. تمام، مثل البيانات بطريقه الساق والاوراق واحسب نصف المدى الرباعي وارسم مخطط صندوق. اعمل لي كل حاجه هنا، ده سؤال بيجي مقالي. اولا مثل البيانات عن طريق الساق والاوراق. حضرتك بتروح جاي كده على جنب كده قاسم ربع صغنطط كده وترتب لي الارقام دي من الصغير للكبير. اصغر رقم هنا لو انت مكاني كام؟ 25. اشطب على ال 25. بعد ال 25 28. بعد ال 28 29. بعد ال 29 36. بعد ال 36 39. بعد ال 39 42 44 45 48 50 52 53. انا رتبتهم لك سريعا، عباره عن 2 4 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 رقم. يلا بقى نعمل الساق والاوراق. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا الاوراق وهنا الساق.
الجنب الشمال بادئ من 2 منتهي ب 5، يبقى 2 3 4 5. شد خط هنا صغنطط. اقرا بقى 2 5 2 8 2 9 3 6 3 9 4 2 4 4 4 5 4 8 5 0 5 2 5 3. وتحت هتكتب لي كلمة المفتاح، والمفتاح هنا هتاخد رقمين زي 0 و5 وتقول تساوي 50. احسب بقى نصف المدى الرباعي. نصف المدى الرباعي تمام. نصف المدى الرباعي يبقى انا عايز ر 1 ور 3. ر 1 يا صاحبي اللي هو ن زائد 1 على 4، وهنا ن زائد 1 على 4 الكل في 3. انت قلت لي كام رقم عشان نسي؟ 2 4 6 8 9 10 11 12. 12 زائد 1 اعمل لي على كده 12 زائد 1 على 4 يطلع 3 وربع. اضرب 3 وربع في 3. لا 9 75. 9 علامة 75. نسكت؟ لا ما نسكتش. بص يا معلم 3 وربع 1 2 3 وي، يعني ما بين ال 29 وال 36. 29 وال 36 ما بينهم. فانا هعمل ايه يا معلم؟ هقف في النص. هقول ايه بقى؟ اللي قبله زائد اللي بعده ناقص اللي قبله في الكسر اللي هو ربع. طيب 9 وي 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ما بين ال 48 وال 50. ما بين ال 48 وال 50. فاقول اللي قبله زائد اللي بعده ناقص اللي قبله في الكسر اللي هو 75 من 100. اللي فوق 30 75، اللي تحت 49 ونص. فانت عايز مين بقى يا باشا؟ نصف المدى الرباعي. هقول له نصف المدى الرباعي يساوي 49 ونص ناقص 30 علامة 75 على الاثنين، يطلع 9 علامة 3 7 5. طيب ارسم المخطط الصندوقي. تروح رايح راسم. بص انا جايب لك تقريبا كل حاجة في المسألة دي. ترسم صندوق كده جميل، وادي الجنب اليمين وادي الجنب الشمال. اصغر قيمه كانت كام؟ 25. اكبر قيمه كانت كام؟ 53. في 3 رباعيات، ده رباعي ده رباعي ده رباعي. الرباعي الاول، الرباعي الثاني، الرباعي الثالث. الرباعي الاول اللي يطلع كام يا جماعه؟ طلع 30 علامه 75. الرباعي الاخير طلع كام؟ 49 ونص. الرباعي الثاني طلع كام؟ 43 بالظبط. 43 هيطلع ما بين 42 و 3. الله ينور عليكم. تمام. ده الصندوق. السؤال ده بقى هل يجي في امتحان؟ والله لو جاي يجي مقالي. وهنا انا مجمع لك الباب الثاني كله في السؤال ده، يعتبر يعني الباب الثاني اغلبيه اسئلته في السؤال ده. ازاي تعمل صكو اوراق، ازاي تعمل صندوق، ازاي تجيب نصف المدى الرباعي، كل حاجه انت متخيلها احنا معاك. من بيانات الجدول الاتي عايز معامل ارتباط سبيرمان. يلا يا باشا واحد من قارئ اهو، فما تعتمدش على الاله. الله يبارك لك عشان عارف دماغك. انا حضرتك هتعمل لي س صاد س صاد. غلط ليه؟ اللي بتعمله ده يا باشا بيرسون. وانا شغال معاك شغال. لا يا باشا ركز الله يبارك. سبيرمان بتاع الرتب. حتى هو قال لك ايه؟ رتب لسبيرمان. الراجل محدد رتب لسبيرمان. اللي بتعمله غلط. المفروض تبدا الاول ترتب. فركز. رتب 1 2 3 4 5 6. يا سلام على ان هي مترتبه. تحت 1 2 3 4 5 6. الله اكبر عليك. مترتبه والدنيا تمام. هل حاجه متكرره؟ لا والله يا مستر كل حاجه تمام. خلاص مش حاجه متكرره. يلا بينا يا باشا بقى. اسمها ايه بقى؟ رتب س رتب ص ف تربيع. 1 2 3 4 5 6. يبقى النون ب6. اللي بعده 6 2 4 5 3 1. 1 ناقص 6 2 ناقص 2 3 ناقص 4 4 ناقص 5 5 ناقص 3 6 ناقص 1. ربع الخمسة، ربع الصفر، ربع الواحد، ربع الواحد، ربع الاثنين، ربع الخمسة. أهم حاجة مجموع الخانة الأخيرة دي ودي 50. 50 و4 54 55 56. فالقانون كان بيقول 1 ناقص 6 مجموع ف تربيع نون تربيع ناقص 1. يبقى 1 ناقص 6 مجموع ف تربيع 56. نون احنا قلنا عليها 6 تربيع ناقص 1. طلع كام؟ 6 من 10 سالب 6 من 10. يبقى لازم اكتب له كلمة عكسي
متوسط. حلو قوي 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 السؤال ده. يا صديقي العزيز، احنا بنكمل مع بعض في فيديو ليله الامتحان، وده عباره عن محاكاه مهمه جدا 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 وانت بتحل الامتحان، وشويه اسئله باذن الله ان شاء الله ربنا يا رب يرزقنا وتخش تلاقي الافكار بتاعتها في الامتحان، فدي تفرق معانا قوي وتفرق معاك وانت داخل اللجنه تقول الله اكبر انا طالع مرضي الحمد لله. بس ما تنساناش في دعوه حلوه وتطمنا عليك. بسم الله. السؤال الاولاني هنا بيقول لي عند حساب معامل الارتباط لسبيرمان وكان مجموع فيه تربيع ب 63 ونون ب 8، فعايز الارتباط بايه؟ فالراجل عايز ارتباط سبيرمان، فانا اعرف ان ارتباط سبيرمان 1 ناقص 6 في مجموع فيه تربيع نون تربيع ناقص 1. السؤال بالآلة يطلع ألف، اللي هتطلع 25%، يبقى السؤال ألف. جميل. السؤال اللي بعد كده بيقول لك عايز الوسيط هنا، فده سهل جدا. الوسيط لو انت عملت زوم مش هتلاقي الخط بينزل عند ال50، لا قبل ال50. فايه اللي قبل ال50 من دولت؟ هو بين ال40 وال50، يبقى ولا 40 ولا 64 ولا 34، فالاجابه الاقرب والصح 48. السؤال اللي بعد كده اذا كان س هندسي ما بين هنا 5 على 12 يبقى دي ح، عايز التوقع، فانا اعرف ان التوقع 1 على ح، فهمسك الآلة دلوقتي واكتب 1 على 5 على 12، يطلع معايا 2.4، يعني الإجابة ج. السؤال اللي بعده إذا كان س متغير عشوائي نظرية ذي الحدين، الراجل المحترم مديني المحترم ده اللي هو مين يا فندم؟ نون، ومش مديني ح. مشكلة، اكتب كده حللها معاك في نماذج استرشادية 2025. السؤال ده مشكلة. وكان س اكبر من 3 1 على 18 فان س تساوي 2 بكام؟ الموضوع عايز تركيز. اسم السبوره بالنص وصلي على النبي. هو طالب س تساوي 2، فالمفروض ان القانون ن ق ر ح اس ر 1 ناقص ح اس ن ناقص ر. انت ما عندكش ح، لازم تروح تجيب ح. فركز ان حدودك 4، هو عايز الاكبر من 3 بكذا. كلمه الاكبر من 3 يعني اللي بيساوي 4 احتماله في الاخر 1 على 81. وهنا هتيجي حته علمي شويه، ان انا هلعب لعبه تعويض في المعادله. يلا معلم يلا معلم. نون عندي 4، ق ر ب4، ح معرفهاش اس 4، 1 ناقص ح اس الاتنين تطرح من بعض، 4 ناقص 4 0. هتسمع؟ هسمع. همسك الآلة الحاسبة الأول، اكتب كده معايا 4 شيفت اسم 4، عملت 4 شيفت اسم 4 طلعت 1 راحت، وأي حاجة أس 0 بواحد راحت، يبقى ده 1 وده 1 راحت، يتبقى ح أس 4 بيساوي 1 على 81. جميل. في حاجة عندنا اسمها الجذر الرابع، هتيجي تقول لي اكتبها ازاي على الآلة؟ هقول لك ادي الآلة يا صديقي، هتروح انت عامل لي بص ايدي اهو، شيفت الزرار اللي جنب اكس 2 ده بيظهر جذر، اقول الجذر الرابع الى شرطة كسر 1 على 81، طلع معايا بعد ما ادوس اس دي تلت، يبقى الحا رجاله بتلت. اجري بقى، لام س تساوي 2، نون اللي هي 4، ق ر اللي هي 2، ح تلت أس 2، 1 ناقص تلت أس 4 ناقص 2 2. الإجابة تطلع معايا ب 8 على 27، بس أنا عايز أوريها لك على الآلة مع بعض. 4 ق 2 4 شيفت اسم 2 حرف السي لازم يظهر، لما ما ظهرش السي يبقى أنت رايح في حتة تانية. في تلت من غير أقواس عادي اطلع تربيع، جنبها بقى افتح قوس 1 ناقص تلت اقفل تربيع، طلع معايا 8 على 27. 8 على 27 اللي هي مين؟ ب. السؤال اللي بعده اذا القي حجر النرد مرتين متتاليين، يبقى انا رميته كام مره؟ مرتين. احتمال الحصول على عددين مجموعهم 7، علما بان عدد النقاط في الرميه الاولى 2. ايه السؤال ده؟ ايه الجمله دي؟ حجر نرد هرميه مرتين متتاليين، فانا اعرف ان انا ارميه مرتين متتاليين يعني هيطلع 36 احتمال. في غلط كده؟ لا، يبقى فضائل عين 36 احتمال. 1 1 1 و2 1 3 1 و4 1 و5 1 و6 وعيش 2 1 2 عيش.
احتمال الحصول على عددين مجموعهم 7، فانا بسالك ايه العددين اللي مجموعهم 7؟ فانا عندي وجهه نظر، مش ده اختيارات؟ تعال على جنب كده. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. مين اللي لو جمعناهم يدوني 7؟ 7 3 و4 4 و3 5 و2 2 و5 1 و6 6 و1. ايه ده كل ده مجموعهم 7؟ لا استنى نكتبهم بقى. يبقى العددين اللي مجموعهم 7 انت قلت 1 و6 و6 و1 2 و5 5 و2 3 و4 و4 و3. انت جبت كل الاحتمالات يا صاحبي. بص بتجيب الاحتمال وعكسه، الاحتمال وعكسه. تمام. هو قال لك احتمال الحصول على عددين مجموعهم 7، ده الاحتمال الاولاني. علما بان عدد النقاط في الرميه الاولى 2. عدد النقاط في الرميه الاولى 2 يعني اللي بيظهر في الرميه الاولى رقم 2 بس. فعدد النقاط في الرميه الاولى 2 يعني هتبقى 2 و1 2 و2 2 و3 2 و4 2 و5 2 و6. دي الاحتمالات. والله العظيم معلش انا طولتها معاك، بس ده الصح 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 عشان لو جت مقالي. انت قلت لي هنا انا عندي كام احتمال؟ 36 احتمال. ظهر لي 1 2 3 4 5 6. ماشي. هنا عندي كام احتمال؟ 36 احتمال. ظهر لي 1 2 3 4 5 6. جميل جميل. ما تجيب تقاطعهم. تعالى كده نشوف تقاطعهم. ايه الحاجه اللي اتكررت؟ ولا انا شايف 2 و5 بس اللي اتكررت، مفيش حاجه ثانيه. 2 و5 دي يعني 1 على 36. فانت هنا بالعربي عايز الاولاني اللي هو الف ده علما بشرط الب، يعني الف بشرط ب، يعني تقاطعهم اللي هو 1 على 36 على الثاني 6 على 36. فشيل ال 36 على 36 يطلع 1 على 6. سؤال جميل ممكن طالب ثالثه ثانوي ينساه ما يجيش معاه سكه. الاجابه سدس. هتقول انا عندي اجابه ثانيه وطريقه ثانيه اقدر احل بيها. تمام، عينيا الاثنين. اي اجابه ثانيه اسمح ان انا اسمعها ليك، بس هل السؤال لو جه مقاله يبقى ينفع له اجابه ثانيه؟ لازم الاجابه دي تنجز الدنيا. عندك اجابه ثانيه؟ قول الاجابه الثانيه. هو شرط عليا الاول عدد اثنين. هو عندي احتمال واحد يبقى عندي احتمال واحد منهم. فانا اخدها برميه واحده. 1 على 6 على طول. يعني اعملها على السن، يعني حاصل معايا 100 الاولى شبه ما كنا نقول في كور. ما تمشيش على كل السؤال، مش على كل الاسئله. هنا في حاجه اسمها تقاطع. الكور حاجه وحجر النرد حاجه. كلامك صح لو كور، ما ده حجر نرد ما نمشيش عليها. هتقول انا تعبت من الاجابه، اقول لك باشا انا ستين انت عديت بامتحانات مهمه وشفت اسئله مهمه والتركيز مهم. الثانويه العامه قلت لك 100 مره مش خش وعك وليس، دي مش تيجي سكه، لازم تكون فاهم انت بتعمل ايه. السؤال اللي بعد كده بسم الله. إذا كان التوقع التوقع ب2 عايز قيمة كاف. يلا افتكر معايا حليناها في الأسئلة اللي قبل كده. أدي س وأدي دالة س وأدي س في دالة س. 1 2 كاف تشد خط. 1 من 10 8 من 10 1 من 10 اضرب 1 من 10. 2 في 8 1 و6 من 10. كف 1 ب1 من 10 كاف. مجموعهم 2. حضرتك هتاخد 1 من 10 كاف زائد 1 و6 زائد 1 و7 وتساويها بالاثنين. ودي ال1 و7 بعكس اشاره. يبقى 1 من 10 كاف 2 ناقص 1 و7 من 10. يبقى 1 من 10 كاف يطلع 3 من 10. اقسم على 1 من 10 واقسم على 1 من 10. يبقى الكاف تطلع ب3. يعني الكاف تطلع ا ب3. في واحد بقى بيحلها ايه بقى؟ يروح عاملها كده وتيجي معاه ايه؟ 1 2 3. فاكر انا واحد عملها لي كده اقسم بالله جبت له السؤال اللي بعدها كان صدفه. السؤال اللي بعدها كان تقريبا 1 5 8 ما اعرفش يجيب الكاف وتاه. بلاش تسمع الكلام ده. لديك عينه في 50 طالب في الجامعه وقد حصلوا على درجات في اختبار معين. متوسط درجات العينه 75، متوسطه 75 وانحرافه 10. فتره الثقه عايز ايه يا معلم؟ هو بقى عايز الفتره بتاعت الثقه. عندنا عينه 50 طالب وادي نون. الناس دي احنا استخدمنا معاهم كل حاجه، بس انت ما خدتش بالك من حاجه الا وهو كلمه متوسط درجات العينه 75. وهنا مش قصدي المتوسط اللي هو ميو،
هو قصده الوسط الحسابي. الطالب ما بيقرا ما بياخدش باله. متوسط العينه اللي هو الوسط الحسابي بتاعه 75. انا رحت اعمل لها رمز ميو، فيجي يعطل يقول لك انا عايز الفتره، فهيبقى س ناقص ه، تمام، س شرطه ناقص ه وس شرطه زائد ه. فيجي يعطل يقول لي يا مستر مش مديني س شرطه. لا يا صاحبي، المتوسط هنا هو قصده بيها س شرطه، يعني 75 ناقص 75 زائد. تعالى بقى نجيب الهي. قانون الهي عباره عن انحراف على جذر النون في 1 علامه 9 6. انحراف بكام معلش؟ ب 10 على جذر النون يعني جذر 50 في 1 علامه 9 6. 2 علامه 77. اجري لي بسرعه، اكتب هنا 2 علامه 77 وهنا 2 علامه 77. الاجابه دي هتطلع ايه؟ د. اما تطرح دولت وتجمع دولت يطلع لك د. سؤال حلو. السؤال اللي بعده، اذا كان صاد متغير عشوائي معياري، ده بيقول ان دي انهي واحده من دولت افضل طريقه للحل الرسم. هترسم المساله نفسها على جنب، فرسمه المساله هتبقى عامله كده سالب 2 و2 ما بينهم، يعني يا 2 من ده يا 2 من ده، لان هما متكررين مرتين. فانت هتقول لي ان دي ممنوعه ودي ممنوعه، ده واخد حتت، ودي ممنوعه، فالاجابه الصح هتبقى الف. يا اما 2 من احتمال من 0 ل 2، يا اما 2 من احتمال من سالب 2 ل 0. اذا وقع النقطتين ما تكملش بيه عليك، اي نقطتين عندنا جيب لهم على طول الميل. 3 ناقص 8 سالب 5، 7 ناقص 2 5 يديني سالب 1. فبالعربي عايز الارتباط بتاعهم اقول له كام؟ سالب 1. في المخطط ده الرباعي الاعلى والرباعي الادنى، عايز الرباعي الاعلى يعني ر 3 والرباعي الادنى يعني ر 1. طيب في المخطط ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 نون ب 15. الرباعي الاول والرباعي الاعلى نون زائد 1 على 4 نون زائد 1 على 4 الكل في 3. 15 زائد 1 16 على 4 فيها الاربعه. 4 في 3 ب 12، يعني عايز الرقم الرابع والرقم ال 12. الرابع 1 2 3 4 يعني 2 وصفر اللي هي 2، يبقى الرباعي الادنى 2. الرباعي الثالث 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اللي هو 14، يبقى 14. فانا يبقى 14 ناقص 2 يديني 12، يعني الاجابه ج. السؤال اللي بعد كده، العلاقه بين طول ضلع المربع ومحيطه. اشرحها له، لازم اشرحها له. حضرتك لازم تعرف ان طول ضلع المربع نفرضه س، محيط المربع قد 4 مرات. فلو ده سنتي 2 سنتي 3 سنتي 4 سنتي، ركز معايا. لو ده عوضنا بواحد يبقى 4 في 1 ب 4، 2 في 4 ب 8، 3 في 4 ب 12، 4 ب 4 16. فركز كده ان 1 2 3 4 بتزيد 1، 4 8 12 بتزيد 4، فكل ما ده يزيد كل ده يزيد، فالزيادات الاثنين مع بعض اسمه طردي. طب واحد يزيد والتاني يقل يبقى عكسي. طيب الطردي هنا طردي تام ولا طردي قوي؟ لا طردي تام، لان زي ما بيزيد هنا بمقدار 1 بيزيد هنا بمقدار 4، يعني المقدار شبه ثابت يبقى طردي تام او ثابت معناه. نصف ده تعريف الوسط الحسابي، اسمه نص الحد الاعلى زائد الحد الادنى. طب لو دي ناقص، تعريف الخطأ في التقدير. اكتب المعلومتين دولت مهمين. إذا كان س متغير عشوائي متوسطه 60، انحرافه ما نعرفش، تمام، واحتمال س أصغر من 55 0 علامة 3 0 8 5. تعالى صح. أولا هنحول السين لصاد، فهنطرح 55 ناقص 60 على الانحراف اللي معرفوش بيساوي 0 علامة 3 0 8 5. هروح رايح راسم، وهنا بقى هنقع في وقعة ما يعلم بها ربنا. لو انت اعتبرت ان دي موجب هنا مثلا، وكتبت هنا لو فرضت ان دي كلها دي مثلا بكاف، فلو كتبت هنا كاف ولونتها انت كده غلط. ليه غلط؟ لان الرقم ده اكبر من النص ولا اقل؟ فهو حته من النص، فما ينفعش يبقى في الجنب ده خالص. امال ايه يا باشا؟ قال لي لازم هنا بقى حته تركيز، هتكتب هنا الكاف، بس اعمل حسابك ان الكاف دي مش مكعبه، الكاف دي ايه؟ سالبه، يعني الرقم اللي يطلع تحط له سالب، وهي العلامه دي. فهيبقى نص ناقص كام؟ يديني 0 علامه 3 0 8 5 19 15.
صح كده؟ طب دور بقى في الجدول على 19 15. نص 0 علامه 5، يعني الكاف دي بنص، فما سويهاش بنص بقى، سالب نص. يبقى انا هقول 55 ناقص 60 اللي هي سالب 5 على الانحراف بيساوي سالب نص. اقول تاني 55 شيل منها 60 يبقى سالب 5 على الانحراف بتساوي الرقم ده اللي هو احنا قلنا عليه بالسالب، سالب نص. طبعا انا ليا وجهه نظر، بدل المجهول تحت بدل يعني قول ان الانحراف بيساوي سالب 5 على سالب نص. شيل السالب مع السالب، 5 على نص يديني 10، يبقى الانحراف بكام؟ ب 10. تخاف امتى لو انحراف طلع لك سالب؟ مفيش انحراف بالسالب، فيبقى انت حليت غلط، وركز على الحته دي. السؤال اللي بعد كده ماله يا عم؟ عايز راه واحد، نفس الفكره اللي هناك، نفس الفكره هناك. اتفضل ما تنساش الزجزاجي بتاعك، بس في ميزه هنا بقى عن الجدول اللي احنا حليناه في الجزء الاولاني، ان التكرارات موجوده 2 4 8 6 4، يا دوبك انا نقلتها، فدي اسهل لي. راه واحد اللي هي قانونها نون على الاربعه، نون اللي هي 24 المجموع يعني على الاربعه فيها السته، فانت تدور هنا على السته. شوف الصدف الجميله الجميله الجميله، السته موجوده اللي في وشها 12، تروح انت واخد ايه يا معلم؟ 12. السؤال اللي بعد كده هو السؤال اللي احنا كنا محضرين لهم ده. بصوا يا جماعه السؤال ده في ناس تعمله على القلم، بس انا كنت عامله مقالي بس محضرلكش، الارقام كانت طويله قوي فانا انجزت لك عشان وقتك، عشان وقت الفيديو. تمام؟ المفروض ان هو هنا عايز معامل الارتباط الخطي اللي هو مين؟ بيرسون. فبيرسون محتاج جدول س ص س في ص س تربيع ص تربيع. فاحنا كتبنا لك سينات زي ما انت شايف، الصاد زي ما انت شايف، ضربنا س في صاد طلعت الارقام دي، ضربنا س تربيع ص تربيع، وقفنا عند المجاميع. قول لي بقى كده المجاميع، المجموعه الاولى 338 اللي بعده 31 1097 15662 157. بالله عليك اتاكد لي من الرقم ده اللي هو 15000 ماشي 157. المفروض بقى نكتب قانون الارتباط اللي هو نون ونون، هنا هتطلع 8، هم 8 خانات في مجموع س ص 1097 ناقص مجموع س 338 في مجموع ص 31 على جذر نون في مجموع س تربيع 15662 ناقص مجموع س 338 الكل تربيع، وهنا 8 في مجموع ص تربيع 157 ناقص مجموع ص الكل تربيع 31 تربيع. ماشي، نكتب لهم بس على الآلة الأول عشان يشوفوا إن الإجابة تطلع معانا بإيه. شرطة كسر 8 في 1 0 9 7. عينك على الآلة عشان لو غلطة على الآلة بتزعلك لما بتيجي تراجعها تاني، ها؟ وأنت بتحل الله يبارك لك خلي عينك على الآلة. تحت جذر 8 في 1 5 6 6 2 ناقص 3 3 8 تربيع، امشي في جذر تاني 8 في 1 5 7 ناقص 31 تربيع. طلع معايا الإجابة بعد ما ادوس اس دي سالب 0 الإجابة تطلع بيه سالب 0 علامة 94 من 100. السؤال حلو بس طويل، خلي بالك ده انا انجزتك. السؤال اللي بعده إذا كان الشكل المقابل يمثل درجات تلاميذ بطريقة تساق الأوراق عايز نصف المدى الرباعي. السؤال ده احنا مكررينه 100 مرة أهو. نصف المدى الرباعي يعني نجيب راه 1 وراه 3 ويبقى نصف المدى الرباعي اللي هو راه 3 ناقص راه 1 على الاثنين الرباعي عشان ما حدش يقول لك هو كان بيكتب ايه. تعالى يا معلم 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 يبقى 15 زائد 1 على 4 يطلع ب4. 4 في 3 ب 12. انا عايز الرابع اللي هو ده اللي هو هيبقى بالنسبه لي 65. عايز ال 12 بعد الرابع 5 6 7 8 9 10 11 12 اللي هو ده هيطلع 80. نصف المدى الرباعي يبقى 80 ناقص 65 على الاثنين يطلع معاكي الاجابه 7.5 السؤال ده ناس بتعمله على الآلة، ناس تعمله من غير آلة. تعالى نعمله بالطريقتين. هنا من 0 ل 2 يبقى 0 1 2، هو عايز من 1 ل 2 يبقى المساحة من 1
الاتنين كنا بنقول كده نص مجموعهم طرحهم، بنطرح 2 ناقص 1 وبنجيب دالة الواحد ودالة الاتنين. تعالى معايا، دالة الواحد يعني شيل السين وحط واحد، واحد في نص بنص. دالة الاتنين يعني شيل السين وحط 2، 2 في نصها واحد. اجمع واحد زائد نص يبقى نص في واحد زائد نص 3 على الاتنين في 2 ناقص 1 1. فالواحد هيطير، هتطلع 3 على الأربعة، يعني الإجابة هنا 3 أرباع. طيب ممكن نعلمهم طريقة الآلة؟ مع إن إحنا تاني عاملين لهم فيديو للآلة، مفيش مشكلة. حضرتك بتدوس علامة التكامل، بتكتب الدالة بالطريقة دي نص وجنبها س ألفا إكس س، وتروح جاي كده. أنت عايز حدود التكامل من كام لكام؟ من 1 ل2. توس يساوي، طلع الناتج. الناتج طلع 75 من 100 اللي هو بعد الاس دي 3 ارباع، يعني الاجابه ب. الاله تنفع، اليدوي ينفع، از يو لايك. اللي يعجبك يا باشا دوس فيه. في دراسه الكلام ده كله مجموع س نون ومجموع س ومجموع ص ومجموع س، عايز معادله خط الانحدار. معادله خط الانحدار هنا اللي هي كانت ب بتساوي ا بتساوي ص بيساوي ا زائد ب س. ب بيساوي قانونها ن مجموع س ص ناقص مجموع س مجموع ص ن مجموع س تربيع ناقص مجموع س الكل تربيع. ن عندي اللي هي 6 في 804 ناقص 73 في 57 على 6 في 1041 ناقص 73 الكل تربيع. اروح جاي على الآلة الحاسبة طلع كام؟ 0 علامة 7 2 3. 0 علامة 7 2 3. جميل جدا، ماشي. هات لي ألف اللي هي عبارة عن مجموع ص ناقص ب مجموع س على ن. مجموع الصاد 57 ناقص 0 علامة 7 2 3 في مجموع س 73 على ن اللي هي 6. طلعت بالصفر علامة 7 0 4. فهتبقى المعادلة 0 علامة 7 0 4 اللي هي ألف زائد ب 0 علامة 7 2 3 س. هتطلع الإجابة ج. الإجابة ج. السؤال اللي جاي، البيانات الآتية تمثل درجات 14 طالب. ماشي، هنا 14 طالب هتعدهم تلاقيهم 14. بيقول لك إن أعلى درجة 40، بس أنت زي ما أنت شايف أعلى درجة وصلها عيل 39، محدش قفل يعني. عايز بيقول لي وكان المدى لهذه البيانات بتساوي 27. أنا أعرف إن المدى هو أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة بتساوي 27. أكبر قيمة 39، فأنا عايز أسأل ال 39 ناقص كام يديني 27؟ فقال لي ناقص 12. فالمفروض إن الهي دي تبقى بكام؟ دي 2، يبقى المفروض دي بواحد. في واحد بقى عنده عقل شويه بينجز الدنيا يقول لي الساق لازم تكون مترتبه. اما دي هي 2 3 يبقى الهي دي بواحد عشان تبقى 1 2 3، وكان خلص دنيته وجاب الهي بواحد. بسم الله. السؤال اللي بعد كده، اذا كان س متغير عشوائي متصل دالة كثافه، ده بيتعمل على الاله بس انا بحب من غير اله. هنعمل الاحتمال ما بين 2 ل 5 نص مجموعهم طرحهم اساويه بالواحد. هطرح 5 ناقص 2 3، اجيب دالة الاثنين ودالة الخمسة، يعني ايه؟ شيل السين وحط 2، يبقى 2 في كاف ب2 كاف زائد 1، يعني 2 كاف زائد 1 على ال 24. حط الخمسة يبقى 5 كاف زائد 1 على ال 24. سيب المقام 24، يجمع 2 كاف و5 كاف 7 كاف 1 و1 2. يبقى الإجابة نص في 7 كاف زائد 2 24 في 3. الكلام ده بيساوي 1. الطلبة بقى بتمل من هنا بقى. هنا بتمل شوية، يعني هتيجي تقول يا معلم على ال3 فيها الواحد على ال3 فيها 8، مش تيجي على سكة خالص. تمام. وهتقول ان 2 في 8 ب 16. لو ضربنا بسط ببسط مقام في مقام، يعني المقام كده 16 بيساوي 1. هنعمل مقص يبقى 7 كاف زائد 2 بتساوي 16. ودي الاثنين بعكس اشاره يبقى 7 كاف بيساوي 16، شيل منها 2 14 على ال7 على ال7 الكاف ب 2. ده لو انت راجل تحب التعب. لو انت راجل تحب تجيب من الاخر، طلع الآلة الحاسبة بتاعتك يا باشا ويلا بينا علامة التكامل. تعالى بقى استحمل بقى اللي هقوله، سهل جدا. اكتب 1 على ال 24 وعينك على الآلة عشان ما تغفلكش. افتح قوس، عوض عن الكاف بأول اختيار اللي هو 1، يبقى 1 في س زي ما عودتك اكس زائد 1. اقفل القوس، تعالى فوق هنا قول له انا عندي من 2 فوق 5، يعني 2 ل 5 دوس يساوي. هل دي طلعت 1؟ لا. اعمل بس سهم وامشي، شيل الواحد اللي انت كنت كاتبه هنا وخليه 2.
طلعت بواحد شكرا، يبقى الاجابه 2. بتعوض بالاختيارات، معلمك وعامل لك فيديو على الاله هتلاقيه على قناه اليوتيوب. اذا كان بس طبعا الفيديو الان ما بيشتغلش الباب الثالث عشان بس ما حدش يجري بسرعه ويسيبني دلوقتي، ما تسيبنيش لسه مكملين. اذا كان احتمال ب 4/10، احتمال ا فرق الب 5/10، احتمال ا بشرط ب شرطه بكام؟ مش هينفع اجيب المطلوب الا لما اجيب التقاطع الاول. اروح انا رايح فاكر القانون اللي هو ا فرق الب اللي هو عباره عن ا ناقص التقاطع، فيبقى نص بيساوي ا مش عندي الله اكبر ناقص التقاطع والله ما عندي. الله يا مستر طب انت جايب لي في تقاطع؟ لا جبته. ازاي؟ اتقل هتعرف. سيبها زي ما هي. اللي بعده هو عايز مين بقى؟ ا ما عدا ب شرطه. ممكن تقول لي القانوني؟ والله يا مستر القانون عباره عن تقاطعهم، ركزت معايا؟ على التاني لسه تقاطعهم ده عباره عن ايه؟ عباره عن ا ناقص التقاطع على ب شرطه اللي هو 1 ناقص ب. طب بص معايا، ا ناقص التقاطع كله اللي هو البسط ده بنص على 1 ناقص ب اللي هي 4/10، فيبقى نص على 1 ناقص 4/10 يطلع معانا 5/6، يعني الإجابة دي. سؤال حلو يخلي الطالب يتغفل. السؤال اللي بعده، إذا كان أجور مكونة من 500 عامل، يعني عدد العمال عندنا 500، يتبع توزيع متوسطه الميو بتاعته ب 60 جنيه وانحرافه ب 12 جنيه، عايز عدد العمال اللي أجورهم لا تزيد يعني بتقل عن 54، لا تزيد أقل منه يساوي 54. أول خطوة هتحول السين لصاد عن طريق قانون اللي هو 54 ناقص المتوسط على الانحراف. تاني خطوة هتجيب الآلة الحاسبة وتقول لي 54 ناقص 60 على 12 سالب نص. الخطوة اللي بعد كده يا نجم النجوم هتروح رايح حضرتك راسم لي الرسمة بتاعتك الجميلة اللطيفة الظريفة وتعمل هنا سالب نص واصغر منه يعني الحتة دي، ثم هتروح رايح هتقول نص ناقص الجزء ده يا باشا اللي هو الجزء ده 0 علامة 19 15 يطلع 0 علامة 3 0 0 علامة 3 0 8 5. الرقم ده بقى مش هو اللي عايزه، لا هو عايز عدد العمال، يعني اضرب 500 في النسبة دي طلع معايا د 154. جميل السؤال قوي. السؤال اللي بعد كده، اذا كان ا وب حدثين في فضاء عينه، السؤال ده قبل ما ابداه اكتب عليه مهم، قبل ما ابدا اكتب عليه مهم، وهياخد نفس طويل معانا دلوقتي وعايز شويه شغل. انا جايبه لك مخصص للنفس الطويل، لو بعد الشر حابب يزعلك في الامتحان يجيب لك السؤال ده وش، فانت تجهز له تعرف طويل كحل وفكرته حلوه، ممكن يجي بفكره اقل منه، يعني دي الفكره ليفل الاعلى. هو مدي لحضرتك ان ا فرق الب اللي هو ا ناقص التقاطع بيساوي التقاطع، وليكن انت كده فهمت انا عملت ايه، فكيت ا فرق الب ل ناقص التقاطع بيساوي التقاطع، ما تكملش لا هتكمل، ودي سالب التقاطع بعكس اشاره، يبقى كده ا بيساوي تقاطع زائد تقاطع يعني 2 من التقاطع. يا رب يكونوا مركزين معانا. تاني المساله من الاول، انا بقول ا فرق الب بيساوي ا تقاطع الب، جميل، ا فرق الب اللي هو ا ناقص التقاطع بيساوي التقاطع، ودي سالب التقاطع بعكس اشاره يبقى موجب، يبقى تقاطع زائد تقاطع 2 تقاطع. حلو. اللي بعده 7 6 ب، يبقى ا على ب، بص الحركه دي، بص الحركه دي، ا على ب 6 على 7. وبعد اذن حضرتك افرض لي ان ا ب6 س وان ب ب7 س، اشتري مني للاخر. اشتريت. اللي بعده انا هنا بيقول لك ان ا اتحاد الب 5 على 6، فهات لي ا. تعالى بقى معايا. والله يا مستر ا اتحاد الب، ا اتحاد الب ده قانونها عباره عن ا زائد ب ناقص التقاطع. جميل، يلا بينا. ها الاتحاد 5 على 6 صح، ا سيبه زي ما هو ب6 س، مستر ا ب6 س والب ب7 س. جميل. التقاطع بقى خدها مني ليك هديه وما تقولش لحد، مش 2 من التقاطع ب اقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين، يبقى التقاطع بنص الالف اللي هو 6 س، يبقى نص ال6 س كام س؟ 3 س. حلو.
كمل بقى. 6 زائد 7 شيل منها 3 هيديني 10 س. ال10 س بتساوي كام على كام؟ 5 على 6. اقسم لي في الطرفين على 10. اقسم اكتب كده على الآلة 5 على 6 على 10. يطلع معاك السين بكام؟ 1 على 12. 1 على 12. السين ب1 على 12. كده انت لسه ما جبتش الالف. تعالى بقى، عايز الالف عندي، عايز الب عندي، عايز التقاطع عندي. في اكتر من كده؟ اه والله. عايز الالف هتبقى 6 س. اضرب 6 في 1 على 12 يطلع نص. عايز الب 7 س. اضرب 7 في 1 على 12 يبقى 7 على 12. 7. عايز التقاطع هو نص الالف. يعني التقاطع، لا بلاش يا عم، التقاطع نص الالف. مش انت الالف 1 الالف نص. هو عايز يضرب نص في نص، نص في نص يديني ربع. فهنا يا جماعه الاختيار هيبقى نص، اللي هو 6 في 1 على 12. سؤال محترم جدا. انا بعت لك عشان انت لو حابب تشوف السؤال تاني تاخده سكرين شوت تشوف دنيتك معايا. انا معاك هنا ومعاك هنا. السؤال اللي بعد كده، إذا كان ألف وب في فضاء عينة. يلا بينا معلم للمرة المليار. 1 2 3 4 ده الفضاء. عايز ألف، تركز معايا. ألف احتمالين من 4 احتمالات، وب احتمالين من 4 احتمالات، والتقاطع يعني اللي متكرر هنا وهنا احتمال واحد من 4 احتمالات. فبيقول لك هم متنافيين ولا لا؟ والله ما طلعوش متنافيين لان في تقاطع. فتعالى نشوف المستقلين. ان الف تقاطع الب عباره عن الف في ب. طيب الف اللي هو 2 على 4، ب 2 على 4، نص في نص بربع، دغري كده عشان نخلص. فهل الربع ده قد الربع ده؟ ايوه، يبقى الحدثين مستقلين. اوعى تنسى ان انا جايب سؤال زي ده في الاول ما كانوش مستقلين، كانوا غير مستقلين. فانا اجيب لك كل الاشكال عشان لو جه سؤال في الامتحان ما تجيش تقول الفكره ما سمعتهاش. الفكره انت سامعها من كتر الشرح يا راجل. ده انت لو جات لك بالنص ازعل منك بقى لو ما حلتهاش. صندوق يحتوي على 5 كرات، 7 كرات، سحبت كرتين دون احلال. احتمال ان تكون الثانيه حمراء اذا كانت الاولى سوداء. السؤال ده كررناه، انا مكرره. تمام؟ بس هو في شغل. السؤال ده بيقول يا معلم انا عندي 5 و7 12 كوره. تمام. سحبت منه كرتين دون احلال. اللي فاتت كانت بتقول ان الثانيه سوداء والاولى حمراء. انا هنا عكستها لك، خليت ان انا عايز احتمال ان الثانيه حمراء. اذا كانت الاولى خلاص سوداء، يعني انا سحبت الاولى فتبقى 11 كوره، عايزها تبقى حمراء يعني 5 على 11. الثانيه لو فاكر كانت عباره عن تقريبا 7 على 11. وجيم برضو تكرار. يتألف اختبار احصاء من 50 سؤال جميعهم من نوع الاختيارات المتعدد. في ناس بتغلط في السؤال ده. اول حاجه بالله عليك اكتب على السؤال ده ان احتماله ربع. ليه؟ لان لما تيجي تختار من متعدد انت عندك 4 اختيارات تختار منهم واحده، فيبقى احتمالها 1 على 4. هو ما بيقولكش بس سياق الكلام بيقول كده. عندي 50 سؤال يبقى عدد الاسئله 50. بيقول لك اذا اجيب على هذه الاسئله جميعا بسرعه شويه احتمال ان تكون 10 بس فقط، 10 بس اللي صح. نظريه زيت حدين. س بتساوي 10 هيبقى 50 ق 10 ح اس 10 1 ناقص ح اس 50 ناقص 10 يديني 40. فالاجابه هتطلع د. السؤال هنا سؤال جميل ما شفناهوش في امتحانات قبل كده، بس لو جه هيبقى تركايه الامتحان. السؤال ده فيه 4 مطالب ولا 4 اختيارات؟ يا ترى هم 4 اختيارات، بس احنا هنجيب الاربعه ازاي عشان نعرف مين فيهم في الاجابات الدنيا فيه تمام. بيقول لك الجدول التالي يبين متوقع وانحراف لكل الكلام الجميل ده. تمام؟ يعني ايه اكثر تجانسا؟ وده جاء في نموذج استرشادي. تمام؟ جاء في نموذج استرشادي. عايز يعرف هل التاريخ اكثر تجانسا ولا الجغرافيا ولا لا يوجد اختلاف ولا المعلومات السابقه غير كافيه للمعلومه عن مدى اختلاف في المختلف. تجانس يا صاحبي يعني تجيب معامل الاختلاف. انجز من الليله. هنا هتقول لي والله ده انا هنا هتعامل مع التاريخ وهنا مع الجغرافيا. يلا في حرف مين جه هنا في النص هيسيبوني ويعلقوا عليه. بقولها بسرعه والله ما تخافش. تمام. التاريخ هتجيب معامل الاختلاف. مين معامل الاختلاف؟ انحراف على المتوسط في 100. 7 على 70 7 على 70 في 100.
10%. هنا 8 على 96 8 على 96 في 100 8.2%. السؤال هنا بقى، انت شايف مين اعلى مين اكثر تجانسا؟ ولا انا شايف التاريخ اكتر من الجغرافيا، لان ده 10% وده كام 8%. يبقى الاجابه الف الصح، ان التاريخ اكتر من الجغرافيا تجانسا. طب ليه ما اخترتش ب؟ لو كانت الجغرافيا طلعت اكبر. طب لا يوجد اختلاف؟ لا في اختلاف ما بينهم، ده 10 ودي 8. طب ايه المعلومات السابقه بتفيدني؟ الف فرق الب الكل شرط. انا حاطط لك شويه اسئله في الاخر كده ايه جميله، عيش بقى مع نفسك قول لي كده اجابه السؤال ده انت جاوبته ازاي. الف فرق الب كل شرط. ها فكرت؟ بتيجي نفك القانون. الف فرق الب لكل شرطه اللي هو 1 ناقص الف فرق الب، اللي هو 1 ناقص افتح قوس الف ناقص التقاطع، اللي هو لو ضربنا السالب جوه يبقى 1 ناقص الف زائد التقاطع. اصل السالب يا صاحبي بيغير الاشارات. 1 ناقص الف ده اللي هو الف شرطه زائد التقاطع، اللي هو بقى كان قانونه ايه بقى؟ كان قانونه الف شرطه اتحاد الب. تمام؟ فالاجابه الف شرطه اتحاد الب يبقى ب. ده مبدلها عشان ازولك، انا جايب الاختيارات ومبدلها عشان ازولك. اذا كان الف وب حدثين مستقلين في فضاء عينه، ادي الف وادي ب، عايز الف فرق الب. هو قال مستقلين، يبقى راح اجيب التقاطع. تقاطعهم عباره عن الف في ب. الف 4/10 ب 6/10 يطلع معانا 24%. انت عايز مين؟ والله انا عايز الف بشرط الب. القانون هيبقى ايه؟ تقاطعهم على التاني. طب هو التقاطع كام؟ 24% على ب بكام؟ 6/10 يطلع كام؟ 4/10 اللي هي 2/5. يعني الإجابة إذا كان احتمال النجاح في تجربة واحدة 2/10، احتمال النجاح 2/10، احتمال أن يستغرق الأمر أكثر من 4 محاولات لرؤية النجاح. أكثر من 4 محاولات لرؤية النجاح. لا هو أكبر من بس، لأن هو ما قالكش أكبر منه يساوي، هو قال لك إيه؟ يستغرق أكتر من 4 محاولات عشان أشوف النجاح، يعني عايز الأكبر من ال4. فدي توزيع هندسي. الأكبر من ال4 ده لو فاكر كان 1 ناقص ح الكل أس ن، يبقى 1 ناقص 2/10 الكل أس 4. الإجابة تطلع 4096، يعني الإجابة 1000. إذا كان معادلة خط الانحدار أهي تمام، عايز مقدار الخطأ في قيمة ص عند الس ب8. طب مقدار الخطأ ده قيمتين، قيمة جدولية وقيمة معيارية. القيمة الجدولية للمتغير الس ب8 هو 10، يبقى القيمة الجدولية 10. طب القيمة المعادلاتية شيل الس وحط 8. شلت الس حطيت 8، يطلع الناتج 4.5 زائد 75% في 8. انا مستنيك من الصبح، طلعت 10.5. فانا يا باشا هطرح 10 ناقص 10.5 يطلع سالب نص، جوه القيمه المطلقه تطلع نص بالتمام والكمال. الف وب حدثين في فضاء عينه احتمال فان حدث عدم وقوع الحدثين معا. يعني ايه؟ يعني ايه عدم وقوع الحدثين معا؟ معا المفروض بعقلك هو تقاطع. عدم وقوعهم معا يعني الف تقاطع به الكل شرطه. هو ما قالش عدم حدوث الف وعدم حدوث ب، هو قال لك عدم حدوثهم معا، الاثنين مش هيعملوا. تمام؟ فده عباره عن 1 ناقص التقاطع. فقعدنا نفكر هو مين من الاختيارات؟ هو الف شرطه اتحاد ب شرطه، هو ده لعب بالقوانين. بص جايب لك شويه اسئله في الاخر عشان تكمل الفيديو الاخر. اذا كان جميع شكل انتشار ميله سالب فان الارتباط هيطلع -1. طب ميله موجب هيطلع 1. الكلام الجميل ده عايز ارتباط لسبيرمان. تمام، يلا يا باشا رتب من الصغير للايه؟ للكبير وصلي على رسول الله. من الصغير للكبير هتبقى منخفض جدا هتبقى 1، منخفض 2، متوسط
3 مرتفع 4 مرتفع جدا 5 مرتفع جدا 6. انزل تحت ادي 1 ادي 2 ادي 3 وادي 4 وادي 5 وادي 6. مين اللي متكرر هنا؟ مرتفع جدا 5 و6 يبقى 5 ونص 5 ونص. في حاجة تانية؟ لا. وتحت مرتفع 4 و5 4 ونص 4 ونص. تمام. شد يا باشا يلا بينا. سمي الله وصلي على رسول الله. رتب س رتب ص ف تربية 2 1 3 2 1 3 5 ونص 4 5 ونص. رتب ص 4 ونص 4 ونص 6 2 3 1. اطرح من بعض بقى وربع على طول كده ورانا الله يبارك لك. 2 ناقص 4 ونص سالب 2 ونص تربيعها 6 وربع. 1 ناقص 4 ونص سالب 3 ونص تربيعها كام؟ 12 وربع. 3 ناقص 6 سالب 3 تربيعها 9. 5 ونص ناقص 2 لا 5 ونص ناقص 2 يديني كام؟ 3 ونص. 3 ونص تربيعها 12 وربع. 4 ناقص 3 1 تربيعها 1. 5 ونص ناقص 1 يدينا 4 ونص. 4 ونص تربيعه كام؟ 20 وربع. 20 وربع. اجمع لي بقى الكلام ده لغايه ما اكتب القانون. 1 ناقص 6 في مجموع فيه تربيع نون تربيع ناقص 1. 1 ناقص 6 نون اللي هي 1 2 3 4 5 6 6 6 أس 2 ناقص 1 مجموع دولت كام؟ 61. 61. بلا الحاسبة يطلع كام؟ 1 ناقص 6 في 61 على 6 افتح قوس 6 تربيع ناقص 1 سالب 74 من 100. سالب 74 ده يبقى عكسي قوي. كده انا جبت معامل ارتباط سبيرمان وكتبت لك كمان نوع. تمام. راجع الاجابات. يلا بينا صديقي السؤال اللي بعد كده وهو اخر سؤال عندنا رقم 35 ده بيقول الجدول التكراري. تعال نتعلم الجدول التكراري من كتاب مدرسه وسؤال اتكرر كتير وارقامه غريبه الشكل. اولا هنا حضرتك هتعمل لي جدول. تمام. كام خانه مستر؟ 3. كفايه. اسمع كلام اخوك بقى. هتكتب لي هنا اقل من ماشي دي اسمها الحدود العليا. اقل من 2 اقل من 2 ونص اقل من 3 3 ونص 4 4 ونص. زود من عندك 5. ايه ده يعني انا بزود؟ بزود خانه من عندي. طيب شد خط. وكلمه اقل من دي قراره. تعالى بقى يا باشا. هنا هتبدا بزجزاجي معين كده اعلمهولك اهو. بص انا بعمل ايه ماشي على الخط. بص الله يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك. وهنا كلمه كاف ميم صاد جدول تكراري متجمع صاد. هنا نكتب التكرارات 3 7 10 8 4 2 في الاخر لازم المجموع يطلع كام؟ 34. ابدا بقى معايا بسم الله. بنبدا بصفر. 0 زائد 3 3 3 و7 10 و10 20 20 و8 28 و4 32 و2 34 اللي هو الرقم ده اهو 34. امسحه من هنا. تعالى بقى يا معلم. انت عايز مين يا مستر؟ والله انا عايز الانحراف الرباعي اللي هو نصف المدى الرباعي يعني راه واحد اروح رايح عامل جدول صغير اسمي دي راه 1 واسمي دي راه 2 مش عايزها واسمي دي راه 3. بقول عندي كلمه اسمها كلمه الرتبه وكلمه اسمها كلمه القيمه. الرتبه هات الرقم اللي هو 34 واقسمه على 4. 34 على 4 فيها 2 ونص 8 ونص. انا قلت 2 ونص دي جت منين؟ 8 ونص. اضرب 8 ونص في 2 17. 8 ونص في 3 25 ونص. تعالى هنا بقى. زائد بين قوسين ناقص في زائد بين قوسين ناقص في زائد بين قوسين ناقص في. هنا هيبقى 8 ونص. هنا هيبقى 17. هنا هيبقى 25 ونص. هو 2 ونص 3 ونص 4 ونص بنزيد كام؟ نص. تعالى بقى 8 ونص هنا فين؟ 8 ونص هنا اهي اللي هي هتبقى 2 ونص 3 7. 17 اللي بين هنا وهنا هتبقى 3 10 10.
ال 25 ونص اللي هتبقى هنا 3 ونص 20 8. سمعني النواتج بقى بالآلة. 81 على 28 وممكن تدوس لها اس دي. اللي بعده 67 على 20. اللي بعده 123 على 32 وممكن تطلع لك ارقام عشريه. فهتقول بقى نصف المدى الربيعي عباره عن ر 3 ناقص ر 1 على الاثنين. 213 على 448 213 على 448 تقريبا 475 من ده يا باشا الانحراف الربيعي او نصف المدى الربيعي. صديقي العزيز، الى هنا ينتهي ليله امتحان الاحصاء اللي انا محتاجها منك. الله يبارك لك ان انت تركز فيها، والاسئله دي مهمه، وباذن الله ان شاء الله ربنا يوفقك يا رب تخش الامتحان بكره ولا بعده تلاقي نفسك الامتحان بالنسبه لك كان اسهل مما يمكن، وتحل وتطلع راضي ومرضي وتطمنا على درجاتك. نشوف وشك بخير. السلام عليكم.